بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عز المؤمن استغناؤه عن الناس. الحديث بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وده من البخاري. طبعا، من أحسن الحاجات إن الإنسان دايما يدعي ويقول: يا رب ما تحوجنيش لحد طول عمري وطول حياتي وبعد ما أموت كمان. هو في حد بيدعي بعد ما يموت؟ أيوة. في والدتي الله يرحمها، إن هي كانت موجودة معانا في أمريكا وتوفت، وهي كانت قايلة من الأول إنها عايزة تدفن في مصر. وبعدين طبعا الحاجات دي هناك بتتكلف آلافات، ولكن طبعا احنا موجودين هناك يعني جنبها، احنا حوالي يعني 4. ولكن وفوجئنا بانه قدرنا ان احنا نجيب المعاش بتاعها المتراكم هناك في البنك، وطلع ان هو يكفي ان هي تنتقل من امريكا الى مصر، ويكفي كل المصاريف التانية ويفاض كمان وتوزع علينا. فمعنى ولا هي طول عمرها هي واخواتها الاربعه ووالدتها بيدعوا: يا رب ما تحوجنا لحد لغايه ما نموت. فربنا كرمها وما احتاجتش لحد ما تموت وبعد الموت كمان. انا شفت ده بعيني، وربنا يكرمنا جميعا يا رب.